هلو يابا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. حاليا سافر على السويد بهاي السفينة العملاقة إن شاء الله. تابع الفيديو الأخير، راح أشرح لكم تكاليف السفر داخل السفينة. راح نصور يعني تقرير مصغر إن شاء الله يعجبكم، وأصور لكم الغروب الشمس وسط البحر، يعني أشياء خيالية إن شاء الله. خليكم وياي، لا تنسون اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. تحياتي، أخوكم عمر العراقي من فنلندا. يابا عبرت البوابة، شيكت الجواز، راح أصعد السفينة إن شاء الله. هسه شوي راح نوثق. وهاي السفينة الثانية، هاي يروح على استونيا، وهاي على السويد. خلي نصور المدخل السفينة همين. خليكم وياي. شوف مئات الشاحنات، مئات السيارات يدخل ببطن السفينة. والله العظيم أنا مرات أتخبل أقول هاي شلون هاي المئات الشاحنات والسيارات يدخلون ببطن السفينة. شلون تاخذ هاي الكمية، هاي العدد؟ ما أعرف صراحة، بس هو سفينة عملاقة صراحة، يعني بها يعني آلاف الغرف وهاي الأمور يعني. وهاي ممشى اللي ما يقدر يمشي أو شيء، هاي ممشى مسوين، توقف هو يمشي. طبعا هو شوف ما يتحرك يعني، واللي يريد يمشي من هنا. أنا حبيت أمشي يعني حتى أوثق شوي. شوف فيكينج لاين اسم السفينة، اسم الشركة فيكينج لاين. هاي السفينة صنعوها يمكن ب94. هم الفنلنديين هم يصنعون السفن، أفضل سفن بالعالم هم يصنعوها. وأعطيكم معلومة، فنلندا صنعت سفينة هاي السنة، نزلت السفينة على البحر، حاليا تبحر أكبر سفينة في التاريخ. سفينة سياحية طبعا، تقدرون تشوفوها إن شاء الله، موجودة يعني بالتواصل الاجتماعي. وهاي المدخل السفينة مباشرة. هاي مدخل السفينة، شوف هاي منا السفينة، وهاي مدخل السفينة حلوة. هاي حاليا أنا بداخل سفينة، صعدت راح أوثق كل شيء حتى تشوفون الماركتات، المطاعم، كل شيء بالتفاصيل إن شاء الله. شوف يا جماعة، هاي رقم غرفتي 5104. هاي الغرف شوف، هاي 5000 11 5000 عفوا، هاي 18 والله بقى هناك. شوف هاي الرقم الغرفة. هاي بس نخلي هيجي. شوف هاي غرفتي يا جماعة. هاي التلفون عندنا، وهاي الغرفة دقيقة. هاي الحمامات عفوا، حبيت اوثق يعني. طبعا هاي همنا شو اسمه، هاي تلفزيون. ومن هنا شو اسمه برا طبعا البحر راح نشوفه. انا على مود هاي الشباك دفعت تقريبا 60,000 دينار 50,000 دينار على مود بس نشوف البحر. يلا تحياتي. هلا ويابا، حاليا انا بسطح السفينة. هاي سفينة تروح على استونيا، وهاي السفينة اللي حاليا انا بيها هاي على السويد ان شاء الله. تسريحات الشعر طار هوا شوية، بس أجواء رهيبة يا جماعة، لأن شمس مطر شمس مطر. يعني هاي الأغنية أكو شمس مطر، ما أعرف تماما هيك الشعور صراحة فالشي. وإن شاء الله راح أبلش أصور شو اسمه داخل السفينة، شنو بيها شنو ما بيها. فالشي خرافي صراحة. ومكانكم خالي، الله يحفظكم إن شاء الله. يجي يوم تسافرون كلكم. المنظر جميل، الناس كلها جاي تصور، تاخذ صور ذكريات. هاي كلها، هاي اعلى شيء بالسفينة هاي المكان. طبعا هاي مدينة هلسنكي، هاي المدينة دقائق راح نغادرها. هاي القزوز مال سفينة، شوف ايش كبره.
قزوز شوف يا جماعة، هاي البراميل اللي تشوفوها هاي كلها قوارب. لا سمح الله إذا صار مشكلة بالسفينة مثلا، دخل بها مي صار يغرق السفينة مثلا، حالة طائرة. شوف قد عددهن، شوف حتى هدني كلها، والطرف الثاني هم موجودات. كل هدني قوارب لإنقاذ الركاب السفينة. يعني مثلا وسط السفينة إذا صار وسط البحر عفوا، إذا صار مثلا السفينة تغرق، هذني بس مجرد يوقعن بالمي ينفتحن. يعني هو هالشكل مصمم. طبعا هنا ما حد يقدر يتقرب غير الموظفين المسؤولين بها، ولا أحد إلى شغله هنا، لا أحد يتقرب يعني. وهاي هم من الطرف الثاني مثل ما قلت لكم. شوف هاي كلها لحد هناك. شوفوا يعني هم حاسبين كم نفر بيها وحاطين نفس العدد، يعني حتى يكفي كل الركاب. طبعا هاي تحركت هسه حاليا، واحنا حمينا دقائق راح نتحرك ان شاء الله. هلا يابا، هاي ماركت داخل السفينة. طبعا بيها كل شيء، ماركت بيها عطور، بيها مكياج، بيها حلويات، بيها مشروبات انواع، بيها ملابس، بيها انواع كل شيء بيها. هنا مشروبات كحولية زايدا عطور مع عطور. طبعا ذاك المرة قلت لكم اكو فد عطر مال نسوان نسائي يعني. هاي هو ماكو افضل منه صراحة، يعني فد شي رهيب. هاي سعره صاير عليها تخفيض 31 يورو ونص، بس يمكن ما اعرف بيش. وهاي الصغير مالته 21 ونص. طبعا هنا خلي نفتر هاي كلها مشروبات كحولية. اسف اني ما احب اصور هيك شغلات. هنا ملابس. شوف هاي ماركت الوحيدة هنا، بس ماركت كبير صراحة يعني داخل السفينة. هاي ملابس، هنا مناظر، هنا أحذية أكرمكم الله. هنا الجنط ما جنط نسائية، ملابس نسائية. هنا الجنط. هناك جقائر. طبعا انا اخذت تكتين، شوف السعر مالته مكتوب. طبعا هذا ارخص شيء هنا موجود. شوف هذا تكة تكتين 90 يورو تكتين. شوف هاي انا اخذت طبعا هاي تكتين 90 يورو، يعني هاي ارخص شيء هنا. هنا انواع الجقائر طبعا سعرهم غالي. هاي مثلا ال ام التكة واحد 58 يورو. احسب وياكم. شوف يعني هاي طبعا بس بالباخرة هيك اسعار، يعني بفنلندا ماكو هيك اسعار، يعني غالي يصير. بس هنا شوي رخيص يعني صراحة. فالناس مسموح لك تاخذ لك تكتين، كل شخص مسموح له يشتري له تكتين، بس اكثر من تكتين راح ياخذونه من عندك، يعني يروح فلوسك الجقار مالك. فالناس تعرف هنا يعني اكثر من تكتين ما حد ياخذ. وهذا العاب اطفال مثلا، اللي عنده اطفال شي. شوف هنا يلعبون مثل شي بومبلة ويا اطفال، يعني اللي يفوز مثلا ينطوله شوكليت، الشوكولات، هاي الامور يعني. طبعا بلاش هو يعني هيجي. شوف هاي مال اطفال. شوف طبعا اكو سفينة ثانية الالعاب مالته اكبر من هذا، ما اعرف هاي هنا ليش مسوين صغير.
وهنا نطلع له على الخارج مباشرة. هنا العاب شوف خلينا العاب شي. طبعا هنا هاي هذا مطعم على طول، هاي كلها مطعم، وكل المطاعم يعني يخلون مطاعم ايش اسمها مشروبات كحولية عفوا. يعني بيها فد 5-6 مطاعم شو اسمه نرجع منه، هي فد 5-6 مطاعم السفينة، وبيها صالات قمار، وبيها صالات ألعاب للأطفال هم راح أصورها إن شاء الله. هنا هاي ماكينة كلها مال القمار، اللي يدخل هنا يخسر الدنيا والآخرة. ما أريد أحكي هواية. شوف وهنا شو اسمه هاي الصالة مال تدخين. شوف هاي الغرفة مال تدخين، الباب مسدود عدق ما ينفتح وينسد، وعلى البحر ما تشوفوا الا هنا. لايك واشتراك يا جماعة. طول القاعة شوف من هاي الصفحة ايش قد يبين طويل. شوف هاي، شوف النهاية ما يبين. شوف يعني ايش قد ما تمشي ما تلحق. شوف اكو هناك واحد يجي، شوف ايش قد بعيد. سويت اخر زوم يلا يبين. شوف هنا همينة كلها هاي القاعة كلها ممرات وغرف. هنا ما ادري شنو هذا ما ينفتح، ما اقدر اطول. وهنا الدرج، هاي الدرج شو اسمه شوفوا ينزل طوابق جوا، وهاي يصعد فوق. وهنا عندنا مصاعد، طبعا كل مكان اكو مصعد. هاي مصاعد مثل ما تشوفون. طبعا هاي الباب الرئيسي لما ندخل على السفينة منا ندخل. والغرفة مالتي هنا ثالث باب، يعني كلش قريب على الباب. لما تسافر بالسفينة ترتاح صراحة، بيها كل شيء، يعني مدينة عايمة، بيها اسواق مطاعم، يعني ما تحتاج لا تجوع لا تشعر بالملل، كلش تتونس. يعني بس تشعر بالملل طب على الغرفة، تطلع تصعد فوق، يعني تسوي اجواء حلوة. يعني سطح السفينة فد شيء يعني مخيف جدا جدا يا جماعة والله. عندك ضغوطات مشاكل كل شيء تنساه. شوف الروز هذاك المكان مال روز والجاك، بس ما اعرف ليش خالقين غير واحد يعيش شو اسمه يا يخرب الكاميرا. انا صعدت على طابق التاسع. شوف هاي الطابق التاسع. هنا قبل مباشرة نطلع برا، ناس تدخن. هنا مباشرة مي مخيف صراحة. شوف المي والله اسود. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. شوف يا جماعة مي ما يبين شيء. طبعا هاي يبين شو اسمه احيانا تلقى جزر ما جزر وسط البحر. احنا بعيدين كل البعد عن المدينة، عن الدول، يعني وسط البحر، لكن هاي الجزر تلقى وسط البحر. اعتقد هاي الجزر لو سويدية لو فنلندية اعتقد، لان احنا قريبين على فنلندا بعدنا، لان الطريق 17 ساعة يا جماعة، بس الروحة 17 ساعة والرجعة 17 ساعة، يعني مسافة كلش طويلة صراحة. والله يخوف، مكان يخوف. هاي مقدمة السفينة، وذاك سفينة تمشي قدامنا تروح تبحر، وهاي البحر. خلي انزل صراحة قلبي لا يتحمل
الخوف مو عيب. الخوف مو عيب. يا ربي ما أعظمك، يا ربي ما أعظمك، يا ربي ما أعظمك. يعني أنت بس تجي وسط البحر راح تعرف عظمة رب العالمين الله عز وجل، ما أعظمه. بحر، سفينة عملاقة تضيع وسط البحر كأنما حبة رمل في الصحراء. هلا ويابا، صباح الخير، صباح النور، شلونكم، اخباركم؟ وصلنا الحمد لله السويد. طبعا الساعة 10:30 صباحا وصلنا. ريقت وكملت، صعدت سطح السفينة. نشوف المنظر جميل هنا. طبعا هذا مدينة العاب، شوف مكانه كلش حلو صراحة، مدينة العاب. طبعا السويد وفنلندا يعني متشابهين جدا يعني صراحة، كلش متشابهين. وهاي علمهم، هاي علم السويد، ما يبين كلش زين. طبعا ما راح انزل من السفينة لما بي خلق، ما عندي شيء اروح يعني، لان سنتر المدينة بعيدة صراحة، فما عندي خلق. يعني حبيت بس شوية نوثق المكان اللي رحنا. اما التكاليف السفر تقريبا حوالي 80,000 دينار عراقي وصلت لنا، أنا حوالي يعني 60 دولار، ما عدا الأكل والشرب. الأكل والشرب همين يكلفك يعني بال100 يورو تقريبا، يعني روحة وجاية 200 دولار كلش يعني كافي الأكل والشرب، هاي الأمور يعني. أما أمور أخرى مثلا إذا تصرف تشتري مثلا، هاي الأمور هاي باقي يمك يعني. واتمنى يعجبكم الفيديو، ربي يحفظكم، ولا تنسون لايك واشتراك بالقناة. اخوكم عمر العراقي من فنلندا، والفيديو حاليا من السويد. تحياتي، هاي السنتر السويد، تحياتي، باي باي.